بصوا يا جدعان، النهارده عندي تمرينه من العيار الثقيل. يعني معايا شويه شباب زي الفل وزي الورد، جمال جدا. داخلين هيكسروا الصاله باذن الله. بصوا الشباب، او كلهم فوق ال 40، الله اكبر عليهم. بس هنكسر الدنيا. انا عايزكم تتفرجوا على الفيديو ده عشان هيبقى جامد جدا باذن الله. تابعوني واتفرجوا ايه اللي هيحصل. عايش. واول واحد معانا في الشباب وهو استاذ محمد وسنه 41 سنه، وده استاذ ياسر وسنه 42 سنه، وده استاذ محمد وسنه 44 سنه. ودايما لازم نبتدي التمرين زي ما انتم شايفين كده بالتسخين. ويعتبر من اهم الحاجات اللي لازم نعملها قبل التمرين ذات نفسه اللي هو الشقلبه اللي احنا بنعملها، هو التسخين والاسترتشات دي، لان الحاجات دي هي اللي بتمنع عننا الاصابات. وزي ما انتم شايفين يا جماعه، إن الناس كلها مش زي بعضها، بمعنى إن في ناس عندها ليونة زيادة عن ناس تانية، ولكن مع الوقت ومع التمرين بنقدر نوصل لليونة دي. وأخيرا بنفنش بالبوش هابس، ولكن في بعض الناس تقريبا ما عدتش زي ما أنا قلت لهم بالظبط. خلينا نشوف. انا هعد لك في الفيديو انت لعبت كام عده. انت لا، انت لعبت كام ممكن تجرب عده؟ دلوقتي. انت لعبت كام عده؟ ها؟ لعبت كام عده؟ ما دام انت هتجيب في الفيديو. لا ثواني. جبت كام عده؟ ها؟ جبت كام عده؟ زي ما انت قلت. 18. ارحمني الله يكرمك. وهنا بقى بعد ما بنخلص التسخين الرسمي بتاعنا اللي هو الطبيعي عادي، بنيجي نسخن بالحركات اللي بنعملها كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده، كل واحد متخصص في حركات هو بيحبها او هو كويس فيها بيبتدي يسخن بيها. من اكتر المشاكل اللي كانت بتواجه استاذ محمد، هو مصري بس عايش في الكويت، بس جه السنه اللي فاتت ولعب الباك فليب وعملها حلوه جدا في يوم واحد تقريبا، واتمرن عليها بقيه الاسبوع. ولكن اول ما سافر إيه اللي حصل؟ اللي حصل، نزلت على رقبتي هنا وعلشان خاطر اعملها مره تانية. خاف. يعني ابليس لو اسلم، ابليس ممكن يدخل الجنه، بس انا عشان اعملها لا. بس النهارده خليه يعملها تاني باذن الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله. طبعا انا مش هقول لكم حاجه، بس انا كابتن يعني شهادتي مجروحه فيه وربنا يستر. لا، هتعملها باذن لان انا الله. خايف جدا جدا جدا. واول حاجه عشان اطمنه ان هو يرجع يلعب الباك فليب تاني، ابتديت معاه من الصفر تماما، وهو ان هو يرمي ظهره على المرتبه بالشكل ده. وفضل يعملها كتير جدا لحد ما اطمن لها وبقى يعملها كويس جدا بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو استاذ محمد قلت له يلعب معاه حركه الباك فليب، وابتدى برضو يرمي ظهره على المرتبه، ولكن كان عندنا اكتر مشكله ما كانش عارف يمسك رجليه كويس. واثناء ما هم بيلعبوا على حركه الباك فليب، استاذ ياسر كان بيلعب على حركه اسمها باتر فلاي. والباتر فلاي دي اللي بنعمل منها الحركة اللي اسمها بي تويست، وده شكلها. بعد كده رجعنا لأستاذ محمد تاني وعمل باك فليب كويسة جدا في الحوض السفنج، وبرضه أستاذ محمد التاني عمل برضه حركة الباك فليب كويسة جدا. فابتديت هنا حطيت لهم مرتبة، وعلى الرغم من كده برضه أستاذ محمد عملها تحفة، وأستاذ محمد التاني عملها تحفة برضه. فهنا قررت ان انا اسيبه يلعب الحركه لوحده تماما، وعملها جميله جدا بسم الله ما شاء الله. والاحسن من كل ده ان هو كسر خوفه وبقى يلعبها لوحده، لان هو قال انا مش هلعبها. وبعد ما عملها تمام نرجع بقى لاستاذ محمد ونبتدي معاه على حركه الباك فليب. ودي حرفيا كانت اول مره يلعب على حركه الباك فليب في حياته، بس هو قلبه جايبه وقال لي سيبني مالكش دعوه انا هلعبها لوحدي، وده اللي حصل. جميله. بس اكتر مشكله كانت بتواجهني معاه ان هو مش عارف يمسك رجليه كويس، وان هو ما بينطش لفوق كفايه، بل بالعكس بينط لورا اكتر من فوق. ولكن دي تعتبر مش مشكله كبيره وسهله الحل مع الوقت. ونرجع بقى لاستاذ محمد، وشكله ريح حبتين، وسبب التريح ده عمل له المشكله دي، خد الوقعه اللي وقعها لوحده هناك في الكويت. ولكن هنا عشان في بلده ومع اهله وحبايبه، قام وعملها احسن من الاول بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا. وزي ما انتم شايفين فرحته عامله ازاي. ولما لقيته بيعملها كويس جدا على المرتبه، قلت له تعالى نعملها على الاير تراك، وبرضه عملها كويسه جدا ما شاء الله. قلت له لا مش كفايه، طلعنا بره. قلت له استاذ ياسر سخن بعد اذنك استاذ محمد واعمل له باك فليب على النجيله، وعملها تحفه ما شاء الله. بعد كده اخدت استاذ محمد من ايده وقلت له اعملها على النجيله هنا بعد اذنك، وعملها زي ما انتم شايفين كويسه جدا ما شاء الله. وبكده اليوم كان خلص، وبكده الفيديو يكون انتهى والحمد لله. عاش والله، النهارده تمرينه جامده جدا. واللي عاوز يعرف تفاصيل عن التمرين يبعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك. عاش. عاش. سلام.